كل سنة بتنزل سلسلة النوت من شاومي بتحقق نجاحات رهيبة في المبيعات، وده زي ما قلنا قبل كده علشان مواصفات الجهاز بتكون عالية مقارنة بسعره. وغير كده بيحط لك حاجة جديدة في الفئة، يعني ممكن يحط لك معالج قوي، يحط لك شاحن سريع، يحط لك كاميرا عالية، يحط لك شاشة محترمة. فايه اللي هتقدمه سلسلة النوت 13 السنة دي؟ لو هنتكلم بقى عن الاخ الصغير وهو النوت 13 عادي، فهتلاقي هنا ليه مميزات عن اي اصدار فات. يعني لو هنبص للشكل والخامات فهتلاقي الشكل هنا اذواق. يعني انا عن نفسي عاجبني جدا الشكل، ورصة الكاميرات هتلاقيها شكل جديد شوية. ولو هنبص للظهر هنا فهتلاقيه جاي من البوليكربونات زي اي اصدار عامة في الفئة دي. ولو هنتكلم برضو عن الاطار فهتلاقيه جاي من البلاستيك. فالشكل انا شايفه مميز وشكل جديد، والخامات زي ما احنا متفقين زي اي اصدار. لو هتيجي بقى للشاشه هنا فهتلاقيها جايه بالمقاس المعتاد اللي هي 6.67، واللي مش معتاد بقى هنا ان الشاشه جايه 120 هرتز، ودي اول مره تيجي في النسخه الصغيره. تلاقي عندك سرعه استجابه، وهتلاقي عندك التليفون بيجري في ايدك، فدي حاجه انا شايفها ممتازه جدا. وطبعا هنا الشاشه جايه اموليد فهتاخد الوان ممتازه جدا، والسطوع هنا برضو بيوصل ل 1000 نيتس او 1000 شمعه، فدي برضو اضاءه قويه جدا. حتى تحت اشعه الشمس هتلاقي الاضاءه محترمه جدا. فالتليفون هنا من ناحيه الشاشه فهي نقطه مميزه جدا. وحتى لو هنبص للمعالج هنا فالمعالج هنا جاي من ديمنسيتي 6000 او 6080، وده انا شايفه افضل بفرق كبير عن ال 695 المنتشر في الفئه دي. فهنا هتاخد اداء برضو ممتاز جدا في الالعاب. وطبعا هنا اقل نسخه هتاخدها هي نسخه ال 6 جيجا رام، يعني مفيش الا 4 جيجا رام خلاص. اقل نسخه عندك هنا ال 6 جيجا رام، فهتاخد اداء زي ما اتفقنا ممتاز جدا سواء في الالعاب او التصفح او الكلام ده كله. فعندك اداء ممتاز جدا. ولو هنتكلم بقى هنا للسماعات، ودي انا شايفها نقطه مش حلوه في التليفون، لان الاصدارات اللي فاتت كانت السماعات ستيريو، لكن للاسف هنا السماعه مونو. السماعه المونو مش وحشه، لكن طبعا السماعه الستيريو كلنا عارفين اللي هي بتبقى افضل بفرق كبير جدا. ولو هنيجي للكاميرات فانت عندك اتنين كاميرا خلفيه، عندك الاساسيه 100 ميجا زي ما سمعت كده 100 ميجا بكسل، وكاميرا تانية ثانويه 2 ميجا بكسل، فهتاخد صور ممتازه جدا. وبصراحه انا شايف ان الكاميرات عامه في تليفونات شاومي بتبقى ممتازه واتطورت بشكل كبير جدا. فالاداء في الكاميرات الخلفيه ممتاز جدا، لكن في الكاميرا الاماميه هتاخد 16 ميجا بكسل. ولحد الان انا مش معترف بكاميرات شاومي الاماميه، بتبقى اي كلام. ولو هنيجي بقى نتكلم عن البطاريه فالبطاريه هنا جايه 5000 ملي امبير مع شحن سريع 33 واط، يعني تقريبا هتشحن في ساعه الا 10 دقائق. فهنا البطاريه والشحن انا شايفهم برضو نقطه مميزه جدا. ولو هنتكلم عن اقل نسخه اللي هي 6 جيجا رام هتبدا معاك من 140 يورو. ولو هنيجي بقى للنسخه الاكثر مبيعا كل سنه وهي نسخه البرو، يعني هتلاقي في بعض التغييرات عن النسخه الصغيره. يعني الشكل تقريبا هتلاقيه هو مع كاميرا خلفيه زياده. الخامات هنا هتلاقيها جايه من الازاز، يعني اتبدلت من البلاستيك للازاز، يعني هتاخد ماسكه بريميوم. ولو هنيجي للشاشه هتلاقي برضو نفس الحجم 6.67 او 6.67 مع شاشه اموليد، ودي حاجه ممتازه جدا. لكن المميز هنا ان السطوع بيوصل ل 1800 نتس، وانا عايز اقول لك ان في فلاج شيب مش بيوصل للرقم ده. الايفون 14 برو ماكس لما وصل ل 2000 نتس كانت الدنيا مقلوبه، فما بالك انت معاك تليفون فئه متوسطه وواصل ل 1800 نتس، فدي حاجه ممتازه جدا. وهنا برضو لاول مره في سلسله النوت تلاقي البصمه مدمجه في الشاشه، على عكس طبعا النسخه الصغيره البصمه هتلاقيها في زرار الباور، لكن هنا البصمه مدمجه في الشاشه. وعايز اقول لك برضو ان الشاشه هنا استحواذ مثالي، حرفيا هتلاقي التليفون كله عباره عن شاشه، مش هتلاقي الحواف السوداء اللي تحت دي، لا هتلاقي هنا التليفون الاستحواذ بتاعه حرفيا ممتاز جدا. ولو برضو هتيجي للاعداد الداخلي فهتلاقيه جايبه معالج اول مره تسمع عنه وهو السناب دراجون 7 اس، جايب بمعماريه الاربعة نانو وكارت ادرينو 710. فالاداء هنا انا شايفه حرفيا ممتاز جدا. ولو هنتكلم عن السماعات طبعا جت هنا بسماعات ستيريو. ولو هنتكلم برضو عن الكاميرات فانت عندك اول كاميرا هنا ب 200 ميجا بكسل، الرقم ده صح
مع مثبت بصري. ولو هنتكلم عن الكاميرا التانية وهي 8 ميجا للتصوير الواسع. ولو هنتكلم برضو في كاميرا الماكرو ال 2 ميجا بكسل. فلو هتتكلم عن الكاميرات الثانوية سواء الكاميرا بتاعت التصوير الواسع او الكاميرا الماكرو فهتلاقيها هي بتاعت الاصدار اللي فات، لكن الكاميرا الاساسية هنا هي اللي فيها التمييز كله عن اي اصدار فات. ولو هنيجي بقى للبطارية هنا فجاية ب 5100 ملي امبير مع شحن سريع ال 67 واط المعروف في نسخة البرو. ولو هنتكلم عن اقل نسخة في نسخة البرو هيبقى سعرها 180 يورو. بس عايز اقول لك برضو ان اقل نسخة في نسخة البرو بتبتدي من 8 جيجا رام. ولو هنيجي بقى للنسخة الكبيرة وهي نسخة البلس، طبعا مش جديدة علينا، يعني معروفة من النوت 11، يعني من اصدارين، ففي شوية تغييرات حلوين عن نسخة البرو العادية. يعني لو هنيجي لأول تغيير هنا فهتلاقي الشكل هنا حرفيا عاجبني جدا، شكل مألوف، وغير كده الملمس بتاعه هتلاقيه من الجلد. مش اول مره نشوفه في تليفونات، يعني حصلت في الوان بلس، حصلت في السامسونج، حصلت في ال جي زمان. فهنا الملمس بتاعه هتلاقيه ممتاز جدا وبريميوم جدا. وطبعا اول مره نشوف الكلام ده في سلسله النوت، مع الاطار هنا جاي من الالومنيوم. فهنا الشكل والخامات حرفيا هتبقى ممتازه جدا، وهتحس بملمس اول مره تحسه في سلسله النوت. ولو هنيجي للشاشه برضو هتلاقيها جايه بنفس المميزات اللي موجوده في التليفون او الاصدار اللي فات، سواء بقى ال 1800 نيتس او الشاشه اموليد ال 120 هرتز، الكلام ده كله موجود. والاستحواذ برضو كل ده موجود في التليفون. لكن هنا الجديد برضو هتلاقي التليفون جاي ايدج، يعني الشاشه بتاعته عبارة عن شاشة ايدج. فدي برضو حاجة في ناس كتير بتحبها وفي ناس مش بتحبها، لكن الاغلب هتلاقيه الناس بتحبها لان بيبقى شكل مميز عن اي تليفون. ولو هنيجي برضو نتكلم عن الاعداد الداخلي فالتليفون هنا جاي بمعالج وهو الديمنسيتي 7200 الترا. فده معالج كويس جدا بمعمارية الاربعة نانو. فهنا هتاخد اداء حرفيا ممتاز جدا. وعايز اقول لك اللي اقل نسخة هنا 12 جيجا رام، يعني الاداء ده او المعالج ده مع الرامات دي كلها فهتاخد حرفيا اداء طياره. ولو هنتكلم برضو عن المميز هنا ان التليفون هنا جاي بشهاده الاي بي 68، يعني مقاوم للميه، يعني تقدر تغطس فيه تحت الميه عادي مفيش اي مشكله. بس حرفيا لازم نجرب التليفون عشان نتاكد من الكلام ده. بس هم في المؤتمر قالوا ان هو جاي بشهاده الاي بي 68، فطبعا مش هنقدر نكذبهم او هم مش هيكذبوا علينا. فدي حاجه ممتازه جدا ان التليفون بالسعر ده تلاقيه جاي بالاي بي 68. وطبعا طالما قلنا الاي بي 68 يبقى هنا مفيش مخرج 3.5 او مخرج السماعات، هتلاقيه اتشالت من النسخه دي. ولو هنتكلم عن الكاميرات فالكاميرات تقريبا هي مفيش اي اختلاف. لو هنتكلم بقى هنا عن البطاريه فالبطاريه برضو جايه هنا 5000 ملي امبير، لكن هنا مع شحن سريع ال 120 واط، فدي حاجه برضو ممتازه جدا. فلو هنتكلم عن المميزات دي كلها فالتليفون هنا سعره بيبدا اقل نسخه فيه من 250 يورو. وبس كده، ده كان فيديو عن عتاولة شاومي الجايه. فما تنساش الاشتراك واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.